السلام عليكم، كي راكم لاباس؟ غاية الحمد لله. معكم حلويات ام محمد بنت سعيده. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هادو لي ميني كيك ومع مسكوتشو كبيره ومسكوتشو صغيره كيما راكم تشوفوا. مسكوتشو وولادها. جبتها لكم هكا، تقدروا تعتمدوا عليها كمشروع ولا تقدروا تاني تحضروها للقهوه تاع العصر جايين كضياف. وهاد الميني كيك والمسكوتشو هادو راهم يديروهم في الأعراس، راهم يديروهم في النفاس، راهم يحطوهم هكا جايين كضياف ولا أي مناسبة راهم يكونوا حاضرين. لكن إحنا في سعيدة مازال ما نديروش مسكوتشو في الحق في الأعراس ولا في النفاس ولا. لكن راه مشروع مربح. وراهم قاع تقريبا قاع الناس، الولايات الوسطى قاع يديروهم. نقولوا بسم الله ونصلوا على النبي عليه ألف صلاة وسلام. وغادي نعطيك سر من أسرار باش ينجحوا لك هاد لي ميني كيك والمسكوتشو وما يلصقولكش ويجوك طايبين وشابين. أول سر هو أنك المول تاعك تدهنيه بالزبدة وديري له الفارينة، ما تدهنيش بالزيت، خاطرش علاش كنت تدهنيه بالزيت يلصقولك كترتها هادي لي ميني كيك الصغار يلصقوا وما ينجحولكش رسمي، هادي رسمي عن تجربة. كنت درتهم المرة اللي فاتت ودهنت لي مول الصغار هادوك بالزيت لصقولي. اللهم دهنيهم النهار الأول بالزبدة وديري لهم شوية تاع فرينة. أنا هاد المول الكبير ما يلصقش الحق تاع ربي، ندهنه بالزيت ندهنه عادي، بصح لي مول الصغار هادوك لازم لهم الزبدة ودردري لهم الفارينة. وفي التالي دوك نعطيكم سعر البيع تاع المسكوتشو الكبيرة وهاد لي ميني كيك الصغار. كملوا معايا الفيديو حتى الآخر، ما تنسونيش لايك واشتراك وتعليق محفز والصلاة على النبي عليه ألف صلاة وسلام. يلا نبدو الوصفة تاعنا. واش نحتاجو؟ المقادير لهاد المسكوتشو والميني كيك الصغار. هاد المقادير مضبوطة، خرجت لي 6 تاع ميني كيك وهذيك المسكوتشو الكبيرة. هنا كنت درت كاس تاع أم وليد هذاك معمر سكر، ملعقة صغيرة لافاني، وملعقة صغيرة تاع ماشي ملعقة صغيرة، رشة تاع ملح، كاس تاع حليب لازم يكون دافي، وكاس تاع زيت، 2 خميرة كيميائية، وعندي الفرينة والبيض. البيض واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ إلا كنتِ خدمتِ غير المسكوتشو الكبيرة هاذيك، ديري غير 4 بيض وكمّلي. إلا بغيتي تزيدي هادوك الصغار مثلًا ولا، ديري 5. غادي ندير أنا 5 بيض، خاطرش علاش؟ غادي نعمّر هادوك لي ميني كيك الصغار، يتسمى باش تجينا المسكوتشة تاعنا تجينا كيما نقولوا حنا طالعة ومنفخة، لازم نزيدو حبّة بيض. أول حاجة كيما راكم تشوفوا غادي ندير 5 حبات بيض، كاس تاع سكر، ملعقة تاع لافاني، قرصة تاع الملح، ونخلط بالباتير. نخلطو بالباتير حتى هذاك الخليط ي- يتضاعف لنا ويبيض اللون تاعه. البيض لازم ديروه بحرارة الغرفة، خاطرش باش ينجح لكم الكيك ولا جينواز ولا مسكوتشو ولا، دايما لازم البيض يكون بحرارة الغرفة. هنايا دوك نبدا نطلع بالباتير تاعي البيض والسكر ولافاني وقرصة الملح، ومن بعد نزيدو المواد اللي باقيه. هنا درت عطرة تاع الليمون ولا ديروا زازة الليمون ولا هكا باش يجي الطعم تاعها شباب وتجي ريحتها من برا يشموها. المهم نطلع بالباتير و... ونرجعو نكملو المقادير اللي باقيت لنا في هذه المرحلة. نكون مشعلة الفرن تاعي على 180 درجة، نخلوه يسخن باش بعد كي نكملو نديرو الكيك تاعنا طيب. هنا من بعد اللي طلعت كيما راكم تشوفوا بالباتر نبدا نزيد في الحليب. الحليب لازم يكون دافي، نزيده هكا دفعات باش هذاك السكر يذوب لنا. ومن بعد نبدا تاني نزيد الزيت بدفعات كيما راكم تشوفوا هكا حتى لين نكملو. الا كنتي درتي 4 بيض نقصي الزيت، نقصي هكا ديري ربع زيت ولا. ومن بعد نبدا نزيد في الفرينة هنايا. وزدت 2 باكي خميرة كيميائية. الفرينة تقريبا تديكم حتى
قولي حتى 3 كيسان تاع فرينة هاكا بالكاس هذاك تاع أم وليد. ولازم الخليط تاعنا يجينا تقيل، ما ديروش زعما ماشي تقيل تقيل بزاف وماشي زعما كيما نقولوا حنايا خفيف، لازم يكون كي تشكلي رقم 8 يتشكل لك. هنا نبدا نزيد الفرينه تاعي، الفرينه دائما لازم تكونوا مغربلينها هكا باش الكيكه تاعكم تجيكم مهويه وتجيكم اسفنجيه. والسر باش الكيك تاعكم يجيكم خفيف وهو يكون بمثابة المحسن للكيك تاعكم وهي الخل. ديروا ملعقة كبيرة خل، أنا درت بالبوشون درت زوج بواشين هذوك تاع القرعة تاع الخل، نتوما ديروا بالملعقة ديروا ملعقة تاع خل. بعد اللي تكونوا درتوا الفرينة تبدو تخلطوا ديروا هذيك الملعقة تاع الخل، هي اللي تعطيكم هشة وخفية عفوا سمحوا لي، تعطيكم خفية للمسكوتشو ولا الكيك تاعكم. هنايا جبت لي ميني كيك، هادو لي ميني كيك صغار قاع، هادو قاع راهم صغار، هادو تقدري تخدمي بهم الكعكات. كاين لي شويه كبار عليهم تاع لي ميني مسكوتشو هادوك شويه كبار على هادو، انا درت في هاد الصغار هكا كنت بنديرهم لوليداتي. درت فيهم تقريبا نقولوا ملعقة ونصف. راه كاين واحد الخط في لي كيك كيما هكا ولا في هذاك المول، عند هذاك الخط حبسه هكا باش تخلوا له فرصة باش يخمر وما يفيدش ما يفيدلكمش. وهنايا اللي بقى لي درته في في المسكوتشو في المول الكبير، وكان وجا كيما نقولوا جا طالع وجا اسفنجي جا هذيك هي يتسمى هذيك حبة البيض درتها في الصغار، ورابعة قعدوا نيشان كيما في المول. ومسحوا مسحوا هادوك يتقطر لكم فوق المول مسحوه ما تخلوش كيما هكا باش ما ينحرق لكمش، وتاني اللي يطيح لكم في الجوانب هكا باش يخلي الكيك تاعكم يطلع. وديروا هكا ديك الحركة بالخدمي في الوسط باش تتنفس لكم الكيكة وتطلع. شوفوا طابوا وخرجوا ما شاء الله، وكيما نقولوا حنا وما لصقوليش في الكيكه في الليمول تاعي خرجوا روعه. شوفوا بالخف طارولي من المول تاعي، انا جربتهم الخطره اللي فاتت بالزيت والله لا قاع لصقولي على بالكم. هنايا التزيين كما قلت لكم يبقى اختيار. هنا كانت عندي شوكولاته تختيني وكانت عندي هذيك عجينه الفستق، درت بها خطوط في هذوك الصغار ودرت لها خطوط بالشوكولا تختيني. والمسكوتشو الكبيرة هذه درت لها شوية سكري غلاس من جهة والجهة الأخرى درت لها شوكولا. والتزيين هكا تبغوا ديروا ورود راهم يديروا في تاع النفاس يديروا، لا كانت بنت يديروا حاشية في الغوز، لا كان ولد يديروا حاشية في البلو، وهادو تاني راهم يزينوهم بهذا التزيين. كيكة كيما هكا كبيرة راها دير 45,000، مسكوتشو كبيرة كيما هكا دير 45,000. هادوك لي ميني كيك يديروا كيما نقولوا 7,000 6,000 حساب التزيين حساب التزيين. وهذه هي قلت لك تقدري تعتمدي عليها كمشروع، راه مشروع مربح وراهم بزاف راهم يخدموا. حتى كيما نقولوا هكا كي تروحي تشريها من المحل راكي تلقيها بنتها ماشي شابة تاع المحلات. انا شريت وحده ب25,000 بصح كي راكي تاكلي في الاسفنج هذا ما كان، بصح تاع الدار تجي شابه وتجي منكهه تحسي بالبنه تاعها. اما المسكوتشو كيما هكا في الدار بتزيين كيما هكا دايره 45,000، تزيدي لها التزيين توصل حتى حتى 50,000. هذه هي. هنا دوكا نقطعها معاكم تشوفوا كيفاش خرجت لنا، تحسبوها راكي مشربتها تجي وهي ما الكيكه شاء تاعنا الله. كيما راكم تشوفوا، وميني كيك صغار هادو تاني شوفوا خرجوا تحفه. التزيين يبقى اختياري كيما طلعت لك زينيهم. شوفوا دوك نقسمها معاكم تشوفوا كيفاش خرجت. بسم الله. شوفوا تخرج تحسبوها مشربه. شوفوا كيفاش خرجت روعه. شوف التصوير ما راش عطيها حقها على بالكم، والله يا التصوير ما راه عطيها حقها.
ونخرجها لكم برا نصورها. شوف خرجت روعة.